السلام عليكم. كل الأطفال دي خرجت ازاي يا بابا؟ الأسباب اللي أدت لخروج كمية كبيرة دي من الآثار المصرية برا مصر. لأن أول بصراحة من أسس علم المصريات كان الأجانب، فكانت البعثات اللي بتستكشف الآثار عندنا في مصر كانت بعثات أجنبية. فكانت البعثات الأجنبية دي في اتفاقية بتنص على إنها ليها نص الاكتشافات. يعني اكتشفوا النهاردة 500 قطعة، تبقى ليهم 250 قطعة ومصر 250 قطعة. ده سبب. تاني سبب طبعا إن التجارة نفسها كانت متاحة أو مباحة في الآثار المصرية، وده طبعا أدى لخروج كمية من الآثار. كمان كان الملوك والرؤساء بيهدوا قطع أثرية لرؤساء ودولة العالم. وعلى سبيل المثال وليس الحصر، نجد أن محمد علي أهدى فرنسا مسلة الكونكورد من أمام معبد الأقصر. كمان الرئيس جمال عبد الناصر أهدى الدول المشاركة في إنقاذ المعابد أثناء بناء السد العالي، أهداهم كمية أو عدد من المعابد المصرية. كمان ومن هذا القبيل كانت بتخرج الآثار المصرية، وده كله كان قانوني ومشروع، إلى أن الرئيس حسني مبارك أصدر قانون 117 سنة 1983 بتجريم الإتجار في الآثار، ويعتبر اللي بيتاجر في الآثار خارج عن القانون. وكمان قلص أو رفض النسبة النهائي بتاع البعثات الأجنبية، وقال لهم أنتوا لو عايزين تنقبوا عندنا يبقى كفاية عليكم حق الاكتشاف، كفاية عليكم حق الاكتشاف، وده بيكفيكم كشهرة. وفعلا من ساعتها حدوا من خروج أو منعوا خروج الآثار المصرية خارج مصر. ولكن لكل أسف إن الآثار المصرية اللي خرجت ملناش حق المطالبة بيها، لأنها خرجت بوضع قانوني وتعتبر مقابل شغلهم ومقابل أموال بالنسبة للإتجار قبل قانون 117. وأخيرا دمتم دمتم ودامت مصر بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.